بيبدأ الفيلم بعيلة فقيرة جدا عايشة في شقة صغيرة تحت الأرض واللي شبه القبو وحالتها صعبة ومليان حشرات، وبيقول لهم الولد كيوو إن شبكة الواي فاي اللي كانوا سارقينها قفلت وصاحبتها غيرت الباسورد، فبتقوله كي جونج إنه يحاول يجرب من 1 ل9 أو من 9 ل1، فبيقوله الأب إنه يحاول يلزق التليفون قريب من السقف ويتمشى في الشقة كلها يمكن يلاقي إشارة، وبيدخل الحمام وبيلاقي إشارة وبيسأل لو كان في كافيه جديد فتح وده الواي فاي بتاعه، وبتقوله أمه طالما النت رجع يشوف الواتساب عشان كان هيجيلهم شغل من مطعم البيتزا، وبتجيله رسالة إن الطلبية هتتسلم النهاردة ومطلوب منهم يطبقوا كمية كبيرة من علب البيتزا، فبيجيب لهم كيوو فيديو من على اليوتيوب لواحدة محترفة بتخلص الشغل بسرعة، وبيقول لهم إنهم لو اتعلموا منها وعملوا زيها هيسلموا الشغل النهاردة. بتشوف أم كيو واحد بيرش مبيد حشري في الشارع فبتطلب منهم يقفلوا الشباك، بس بيقول لهم كيم يسيبوه عشان يحصل إبادة مجانية للحشرات في بيته، وبيدخل الغاز من الشقة وبتتخانق العيلة بس بيكملوا شغل في وسط الغاز اللي مالي البيت، وبتوصل موظفة مطعم البيتزا علشان تاخد منهم العلب، بس بتقول الأم إن العلب مش معمولة كويس وبتوريها علبة مفتوحة وبتقول لها إن ربع العلب بالشكل ده، وكمان إن هي هتخصم من فلوسها 10% وده كرم منها، فبيقول لها كيوو تخصم اللي هي تحبه بس تشغله في المطعم بتاعها، وإنه عارف إن العامل اللي شغال معاهم بدوام جزئي مشي وبيقول لها تساعده يشتغل معاهم، وبياخد منها الفلوس وبيدخلوا للبيت وبيجيبوا مشروب وبيحتفلوا بيه علشان سلموا الشغل، وفي الوقت ده بيظهر واحد بيعمل حمام قدام بيتهم وبتطلب الأم من كيم أبوهم يعني إنه يوقفوا ويعلق يافطة مكتوب عليها ممنوع التبول، بس بيقول لها الأب إنه لو عمل كده الناس هتعاند والتبول هيبقى أكتر، وبيظهر في الوقت ده مين؟ هيوك وبيزعق للراجل اللي بيعمل حمام وبيمشيه وبيفرحوا بيه، وبيقول الأب لكيوو إن الناس اللي متعلمة برضو ليها هبة كده، وبيدخل مين هيوك للبيت وبيدي لكيوو صندوق خشب شكله عتيق وأثري وبيكون جواه حجر أثري بيجيب الحظ، وبيقوله إن جده بعته ليه لما عرف إنه كان هيجي يزوره، وبتقوله الأم إنه كان جاب أكل أحسن من الحجر، وبياخد كيوو من هيوك وبيروح يقعدوا في مكان وبيقدم له مشروب، وبيقوله هيوك إن هو عايز يطلب مساعدته في حاجة وبيطلع له صورة البنت، وبيقوله إن هو عايز يعلمها إنجليزي ويكون المدرس بتاعها لأنه بيحبها ومستني لما تدخل الجامعة ويتقدم ليها، وبيقوله إنه مش هيقدر يكمل تدريس ليها عشان هو مسافر بره وإنه مش هيأمن عليها مع حد غيره، وبيقوله كيوو إزاي هيقبله واحد مش بيدرس في الجامعة زيه، بيقوله هيوك إنه موصي عليه وكمان أخته تزور له شهادة جامعية وإنه خبرته كبيرة في اللغة الإنجليزية من كتر اختبارات التقديم للجامعة اللي ما كانش بيعدي منها واللي اكتسب منها الخبرة، وبتزور له أخته كي جونغ شهادة الجامعة وبيلبس بدلة وبيجهز نفسه عشان يروح المقابلة، وبيروح هناك وبيدخل البيت واللي بيكون كبير جدا وبيعجب كيوو بالحديقة بتاعته، وبيقابل مون الخدامة وبيكون فاكرها صاحبة البيت واللي بتقوله إن هي مديرة المنزل وإن البيت ده تصميم مهندس معماري وكان عايش فيه علشان كده جميل جدا وإنه جواه كمان أحسن من بره، تحكي له تاريخ البيت، وبيقابل يون أم دهاي وبتقوله إن هي مش محتاجة منه أي أوراق رسمية وكل ده مش بيفرق معاها، المهم عندها إنه يكون بنفس مستوى هيوك وإن هي وافقت تقابله عشان هو أوصى بيه، وبتقوله إن هي هتحضر معاهم أول حصة علشان تشوف مستواه بس وبعد كده هتسيبهم لوحدهم، وبينجح كيوو إنه يكسب ثقتها وبيعلم دهاي بطريقة جديدة ومبتكرة وليها علاقة بحركات الجسد وعلم النفس، وبينزل مع أمها وبتديله مرتبه وبتقوله إن هو نفسه مرتب هيوك مع زيادة بسيطة بسبب التضخم اللي حصل، وبيظهر دا سونغ ابنها الصغير وبيكون لابس لبس الهنود ومتأثر بيهم وبتعتذر لأمه عن تصرفاته وإن هو اتأثر بالهنود الحمر بسبب الكشافة، فبيقول لها كيوو إن الهنود الحمر أساسا الكشافة وبتوريله رسوماته وبتشتكي له إن كل المدرسين اللي جم ليه مشيوا بسبب تصرفاته ومفيش مدرس استمر لأكتر من شهر، فبيقول لها كيوو إن يعرف واحدة اسمها جيسيكا وإن هي درست في جامعة معروفة فنون تطبيقية وممتازة جدا، وإن هي كمان كانت مع ابن عمه في الجامعة، وإن هي بعد ما خلصت دراستها رجعت لكوريا وإنه ممكن يساعدها إنه يسأل ابن عمه لو تمام هيدبر ليها مقابلة، وتاني يوم بتروح جي كونغ وبتقابل يون أم دا سونغ وبتكون دهاي بتتجسس عليهم وبتسمع كلامهم وبتطلع أوضتها علشان دمعت حصتها مع كيو أو زي يعني ما مسمي نفسه كيفن، وبتقوله إن هي شايفة إن أخوها بيمثل كل اللي بيعمله وشغل الكشافة والهنود الحمر ده تمثيل وبيتأمل السحب وكل ده مش حالة نفسية، ده تمثيل منه علشان ياخد الاهتمام، فبيرد عليها كيو بيقول لها إن هي تركز في حصتها وبتسأله لو كانت جيسيكا حبيبته وإن هي مش صديقة صاحبه، فبيقول لها
لها كيو إن دي أول مرة يشوفها فيها وبتكون غيرانة عليه، وبتروح يون مع جي كونغ للأوضة اللي فيها داسونغ وبتطلب منها جي كونغ إن هي تخرج وإن ممنوع وجود أولياء الأمور في حصتها. وبتنزل يون بس بتكون متضايقة جدا وبتصرت الخدامة مون تطلع وتشوف إيه اللي بيحصل، ولما بتطلع بتكون الحصة خلصت. وبتمثل جي كونغ على يون وبتقول لها إن رسومات داسونغ دي ليها معنى وإن هو حصلته مشكلة وهو في سنة أولى سببت له انفصام. وبتعيط يون وبتتفاجئ بمعرفة جي كونغ وبتقول لها إن في مشكلة حصلت له فعلا، فبتطلب منها جين كونغ اللي هي تحكي لها وتساعدها في تخطي الصدمة. وبتقول لها إن هي مش مجرد حصص فنية، دي هتبقى حصص علاجية وهتعالجه بالفن لأن هي درست ده في علم النفس وأجرها هيكون عالي جدا. فبتوافق يون وبتقول لها ماشي. وفي الوقت ده بيوصل أبو داسونغ وبيسلم على جي كونغ وبيطلب من السواق الخاص بيه يوصلها. وبتوافق يون مرات تركب جي كونغ مع السواق وهي في العربية بتخلع ملابسها من غير ما السواق ياخد باله وبتخبيها في العربية وبتقول للسواق ينزلها عند محطة عشان هتقابل حبيبها. بيكون كيو متفاجئ هي عملت ايه ليون واقنعتها ازاي، فبتقول له جي كونغ ان هي قرت عن العلاج الفني وجودت شوية من عندها وهي اتأثرت. وبتقول ان هما الاتنين دلوقتي بقى شغالين في البيت ده ولازم يساعدوا الباقي يشتغل وحياتهم تتغير. وبتقول له ان هي سابت كمين في العربية. وتاني يوم بيكون نيسان ابو داسونغ في العربية وبيلاحظ ملابس جي كونغ في العربية وبياخدها وبيخبيها معاه. وبيرجع البيت وبيوري الملابس دي ليون مراته وبيقول لها ان هو اكيد بيعمل حاجات مشبوهة في العربية، وبيقول لها ان هي تفصله من الشغل بحجة وما تقولوش على ملابس الداخلية. وبتكون جي كونغ خلصت حصتها مع داسونغ وبتسألها يون لو كان السواق ضايقها او عمل حاجة معاها، فبتقول لها جي كونغ ان هو كان عايز يوصلها للبيت بس لكن هي رفضت ونزلت عند المحطة. فبتقول لها يون ان اخلاقه وحشة وانهم لازم يرفضوه. فبتقول لها جي كونغ ان الافضل السواق يكون سنه كبير علشان اخلاقه بتكون كويسة وسواقته هادية. فبتقول لها جي كونغ ان كان في سواق شغال مع عمها وكويس جدا لدرجة ان عمها كان بيقول له يا عمي، بس عمها سافر شيكاغو مع عيلته وان هي هتبقى تكلمه لو السواق ده ما اشتغلش. وبيلبس كام ابوها بدلة وبيروح مع كيوو لمعرض عربيات وبيشوف عربية من نوع عربية نيسان وبيتعلم عليها كل حاجة بحجة انه اشتغل سواق لفترة قبل كده. وبيروح يعمل مقابلة مع نيسان وبيختبر نيسان سواقته في المنعطفات وهو ماسك كوباية قهوة، ولما ما بتدرقش منها حاجة بيعينوا وبيبدأوا يخططوا علشان يدخلوا أمهم مكان الخدامة مون. بس بيكون شايفين إن ده صعب جدا علشان هي شغالة من زمان من وقت المهندس المعماري ما كان موجود، وبعدين رشحها لعائلة نيسان واشتغلت معاهم. وبيعرف كيوو من دهاي إن هي منع دخول الدراج في البيت وعندها حساسية منه، فبياخدوا شعيرات من فاكهة الدراج وبيرموها عليها من غير ما تاخد بالها وبتروح للمستشفى. وهناك بيكون موجود كيم وبيصورها من غير ما تاخد بالها برضه. يكون مع يون في السوق وبيساعدها وبيقول لها ان هو شافها بالصدفه في البيت مرتين وانه كان رايح يعمل فحص طبي سنوي وشافها هناك وبتتكلم بصوت عالي في التليفون وبتقول لحد ان عندها حساسيه السل وان كوريا معروفه بانتشار المرض ده. وقال لها انا قلت ده عشان ده خطر على الاطفال اللي في البيت. وبيبعت رساله لجي كونغ ان هم راجعين على البيت، فبتحط لها جي كونغ شعيرات دراك تاني. واول ما بيدخلوا البيت بتشوفها يون وهي بتكح ووشها احمر ووارم وبتمسح بقها كده بمنديل وبيرش عليه كيم سائل احمر وبيوري المنديل ليون واللي بتطردها وبتطلب من كيم ما يقولش لجوزها علشان ما يزعقش معاها. وبتقول لنيسان ان هي استقالت. وتاني يوم بيتكلم نيسان مع كيم في العربيه وبيقول له يوديه مطعم علشان ياكل اكله معينه الخدامه ممكن بتعملها وان مراته ما بتعرفش تنظف ولا تعمل اكل. فبيديله كيم كارت لشركه اسمها الرعايه وبيكون كارت مزيف فعملته جي كونغ وبيقولوا ان الشركه دي هو عارفها لما كلموه وكان عاوزين يعينوه معاهم لانهم بيهتموا بالعائلات المعروفه زي عيلته وبيبعتوا ليهم خادمات وسواقين وبيهتموا بشؤونهم، وانهم لما كلموه كان اتعين عنده لسان فبيشكروا لسان وبيقول له كيم ما يقولش لمراته ان هو اللي جابه ويعرفها ان هو اجتهد ولقى الشركه. فبيشكروا لسان وبيقولوا ان هو بيخليه يظهر بصوره كويسه قدام مراته. وبتتصل بيهم تاني يوم وبيعينوا ام كيوو خدامه. وفي اول يوم شغل ليها في البيت وبتدخل اكل حلو جدا لابنها وبنتها وهما بيعلموا داسونغ ودهاي. وبيرجع كيم مع نيسان بس بيقرب منه داسونغ وبيقول لابوه ان ريحه كيم زي ريحه الخدامه ومدرسه بتاعته. فبيعملوا اجتماع في البيت وبيقرروا انهم يغسلوا لبس كل واحد لوحده بنوع صابون مختلف وبيحتفلوا بانهم اشتغلوا كلهم وحالتهم هتتحسن. وبيقول لهم كيوو ان الصخره اللي جابها له هيوك هي اللي ادتهم الحظ الجيد ولولا توصيه هيوك ما كانوش هيشتغلوا. وبيشوف كيوو واحد
واحد وهو بيعمل حمام قدام بيتهم، فبيخرج يهزقه ويزعق له ويدلق عليه ميه هو وابوه، وبتضحك عليهم جي كونغ وبتصوره. وتاني يوم بيكونوا عيلة نيسان نفسهم علشان يسافروا رحلة تخييم علشان يحتفلوا بعيد ميلاد داسونغ، وبتكون داهاي مش عايزة تسافر وتفضل في البيت ويعلمها كيفن دروسها، وفي الحقيقة تكون عايزة تقعد معاه علشان بتحبه، واهلها مش موجودين في البيت بس بترفض امها علشان ده عيد ميلاد اخوها ولازم تكون موجودة. وبتوصي يون ام جي ووو على الكلاب بتوعها والبيت وبتسلمها المفتاح وبيمشوا، وبيجي كيم وجي كونغ وكي وو وبيقعدوا معاهم في البيت وبيتعاملوا كأنه بيتهم. وبيقعد كي وو في أوضة دهاي وبتدخل جي كونغ الحمام الخاص بنيسان وبتتفرج على التلفزيون وهي بتستجم، وبيقرا كي وو مذكرات دهاي وبيقول لأبوه إن دهاي معجبة بيه وبتحبه، وإنه لما تدخل الجامعة هيطلب يرتبط بيها رسمي ويتجوزها. وبيفرح أبوه وأخته وبيقول له أبوه إن ده هيكون بيت زوجة ابنه المستقبلية. فبتتضايق الأم وبتقول لهم إن لو ده حصل هتخدم مرات ابنها وتغسل لها أطباقها وهدومها وتعمل لها أكل، بس بترجع وبتقول له إن هي يعني بنت طيبة. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيرن الجرس وبيتخضوا كلهم تخبوا، وبتشوف الأم في الكاميرا الخدامة مون وبتسألها عايزة إيه، فبتقول لها مون إن أكيد هي الخدامة الجديدة، وبتقول لها هي مشيت بسرعة ونسيت حاجة مهمة جدا في القبو، وبتطلب منها تدخل بس تاخدها وتمشي. ترى الأم تفتح ليها وتدخلها وبتقول لها نسيتي إيه، فبتقول لها تعالي معايا، فبتستناها الأم بره، ولما بتتأخر بتنده عليها بترد عليها مون بصوت عالي وبتقول لها تساعدها تنقل دولاب قدام بوابة سرية، وبتساعدها الأم وبتجري مون وبتنزل في ممرات كتير ووراها عيلتها وهما مستخبيين. وبتتفاجئ الأم إن جوز مون عايش بقاله سنين في القبو السري ده، وإن هي كانت بتنزله الأكل كل كام يوم من غير ما حد ياخد باله، وبيكون جعان وقرب يموت من الجوع. تطلب منها مون تساعدها وتداري عليها وما تقولش لصحاب البيت وتنزل له أكل بس كل أسبوع، وإن هو مستخبي علشان خد كارد ومعرفش يسدده ومستخبي من البوليس. فبترفض الأم وبتقول لها إن هي تبلغ البوليس عليها، ولما بتيجي تطلب البوليس بيتزحلق كي وو وبيقع في القبو كلهم قدام مون، فبتصورهم مون فيديو وبتهددهم بيه، وبيطلعوا بره القبو وبينام جوز مون على الكنبة، وبيكونوا عائلة كي وو متذبذبين كلهم عشان مون بتهددهم بالفيديو هي وجوزها. فبتحاول كي جونغ تتصرف وبتوقع التليفون من مون وبترمي على وشها دراج وبتتعب، وبيرن تليفون البيت وبترد عليه الأم وبتكون يون وبتقول لها إن هم جايين، وبتطلب منها تعمل أكل داسونغ وإن المطر مطرت وعيد ميلاد داسونغ باظ وإن هو زعلان، وبتقول لها إن هم قدامهم 8 دقايق ويوصلوا. وبيبدأ كي وو وجي ينضفوا البيت وبيطلع علشان يرجع مذكرات دهاي لمكانها، وبيربط كيم مون وجوزها وبينزلهم القبو وبتوصل العيلة. فبتستخبى جي كونغ تحت الترابيزة وبتضرب الأم الخدامة بالرجل وبتقع على دماغها في القبو، وبيستخبى كي وو في أوضة دهاي تحت السرير، وبيتأكد كيم إن مون عايشة ما ماتتش، وبيكون كلب من الكلاب بيبص على كي وو تحت السرير، وبتكون دهاي هتكشفه بس بتنده عليه أمها، وبتنجح الأم إنها هي تحضر أكل داسونغ، ولما بيرفض ياكلها بتاكلها يون وهي بتتكلم مع الخدامة وبتقول لها إن داسونغ حصلت له حادثة زمان. وبتكتشف الأم من الحادثة دي إن هو شاف جوز مون الخدامة طالع من القبو وقعد يصرخ وفكره شبح، وبسببه حصلت له حالة نفسية. ولما بيطلعوا علشان يناموا بيخرج كي وو والأب علشان يمشوا من البيت بسرعة، بس بينزل داسونغ وبيجري على الجنينة وهو مكتئب، وبينزل وراه أبوه وأمه، وبيخرج داسونغ لحديقة في الخيمة بتاعته. تخبى العيلة كلها تحت الترابيزة وبيفضلوا مستخبيين، وبيفضل كي وو يتكلم مع دهاي وبيكلم نيسان داسونغ من خلال جهازه اللاسلكي، وبيكون قلقان عليه من المطر بس بتطمنه يون وبتقول له إن الخيمة دي هتخليه في أمان وإن هم جايبينها من أمريكا مخصوص بسبب مميزاتها. ولما بينام داسونغ بيروح نيسان ويون في النوم بتقول لهم الأم علشان يخرجوا، وبيخرج كي وو وجي كونغ وكيم، بس بيصحى نيسان على صوت داسونغ من اللاسلكي، فبيستخبوا العيلة بسرعة وبيخرجوا من باب الجراج، وبتكون الشوارع كلها مليانة سيول، ولما بيوصلوا لبيتهم بيكون غرقان كله من السيول لأنه تحت الأرض. بيلموا عيلة كيم احتياجاتها المهمة وبيروحوا لمكان في الحي مخصص للناس اللي بيوتها اتدمرت في المطر. وتاني يوم بتقرر يون إن هي تعمل حفلة مميزة لداسونغ بمناسبة عيد ميلاده وعلشان تساعده يتخطى الأزمة اللي عنده، وبتطلب من أم كي وو تخرج الترابيزات وترصها على طريقة الهنود الحمر اللي بيحبها، وبتاخد كيم وبتشتري معاها طلبات العيد، وبتقرر إن هي تعزم جي كونغ عشان تساعد ابنها يتخطى أزمة عيد ميلاده، وبتطلب منها دهاي إن هي تعزم كيفن اللي هو يعني كي وو، وبتوافق وبياخدوا هدومه من المأوى اللي هما فيه وبيروحوا للحفلة. وبيتفق نيسان مع كيم إنهم يلبسوا زي الهنود الحمر، وبيقولوا إنه هيطلب من جيسيكا إن هي تمثل معاهم، وبيقولوا كمان إن هما هيمثلوا إن هما عايزين يخلصوا عليها وإن داسونغ هينقذها
وهيكون فرحان، وبيكون مع دهاي في أوضتها وبيكون مكسوف من هدومه، وبيسألها لو كان شكله مناسب للحفلة اللي هم عاملينها والمكان ده مناسب ليه ولا لأ، فبتقوله إن هو شكله جميل وبيسيبها وبينزل، وبيكون معاه الحجر اللي خده من هيوك علشان يجيب له الحظ الجيد. وبيدخل القبو، وأول ما بيدخل بيمسكه جوز مون وبيربط رقبته بسلسلة، بس بينجح كي وو إنه يهرب منه، وبياخد جوز مون الحجر اللي كان مع كي وو وبيضربه بيه على دماغه، وبيخرج عند جو كونغ وبيضربها بالسكينة في قلبها قدام المعازيم ونسان وعيلته، وبيفقد داسونغ الوعي علشان شاف جوز مون واللي كان مسبب له أزمة زمان، وبيكون جوز مون مشوه ومبيعرفوش نسان، وبيكون جوز مون عايز يهجم على أم كي وو اللي بتجري عليه، وبتتصدم لما بتشوف بنتها مرمية على الأرض وبتحاول توقفه، وبيكون نسان بيحاول ياخد ابنه على المستشفى ويهرب، وبيزعق مع كيم وبيقول له يحدف المفتاح، وبتنجح الأم إن هي تخلص على جوز مون، وبيقع في الأرض فوق مفتاح العربية، وبيبص عليه كيم وهو مصدوم وبيلاقي مش فارق معاه اللي بيحصل، وبيحرك جثة جوز مون برجله وبيكون عايز يمشي، فبياخد كيم السكينة وبيضربه بيها وبيموت وبيهرب، وبيدخل كي وو المستشفى وبيعالجوه وبيتم إنقاذه بمعجزة من إصابة دماغه، وبيفوق بعد فترة كبيرة وبيكون مصاب بداء الضحك الهستيري، بس بيبطل ضحك لما بيستوعب وفاة أخته جي وبدأ يتجنن، وبيتقبض عليه هو وأمه بس بياخدوه براءة بسبب الدفاع عن النفس، وبيكون كيم مفقود ومش لاقيينه، وبيظهر في الأخبار إنه اختفى مرة واحدة، وبيخرج جي وو وأمه وبيرجعوا لبيتهم في القبو، وبتكون حالة كي وو العقلية مش في محلها، وبيظهر كيم وهو مستخبي في القبو في بيت نيسان وبيتغذى على أكل بيسرقه من البيت، وإن مون ماتت وهو خرج لما البيت بقى مهجور ودفنها، وبيفضل البيت مهجور بسبب الجريمة اللي حصلت فيه، وبيحاول كيم يبعت رسائل مشفرة عن طريق النور اللي في البيت من القبو لكي وو وبيترجمها كي وو بعد فترة طويلة، وبيبقى البيت مهجور على طول، بس بتيجي عيلة ألمانية وبيشتروه بس برضه بيسيبوه بعد فترة، وبيكتب كي وو رسالة لأبوه بيقوله فيها إن الحياة الصح بالتعليم والمكسب بطرق قانونية وكويسة، وإنه هيتعلم، وبيتخيل إنه اشترى البيت وراح يعيش فيه هو وأمه بعد ما بقى غني وخلص تعليم في الجامعة، وخرج أبوه من القبو بس بيفوق من خياله وهو قاعد بيكتب رسالة وبيقول لأبوه في آخرها إنه هينجح وهيجيب فلوس ويشتري البيت ويحرره، وبيطلب منه يستناه. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهاردة. أتمنى الفيلم يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي.